يعني مثلا الذين يتحدثون عن أنه كيف نهاجم حماس في مثل هذه الظروف وفي مثل هذه الحرب، وأنتم كنتم تدافعون عن حماس في 2008 وعن مواجهتها لإسرائيل، فكيف بكم الآن وقد انقلبتم ضد حماس وتهاجمون حماس؟ هو أنت مش واخد بالك من اللي حصل من 2008 ل 2023؟ يا نهار اسود، فعلا مش واخد بالك؟ ما عشان كده بنكرر نفس بلاوينا ومصايبنا. وبالمناسبة أنا لا أعدكم على الإطلاق إن في حاجة تتغير، هنكرر نفس الغباوة دي طول الوقت. ليه؟ لأن أمة في القاع عادي جدا. ليه؟ لأنها غيبت عقلها وصدرت عواطفها ومشاعرها وغرائزها، وانتحارية، أمة انتحارية. بتعمل إيه؟ بتاكل في موت نفسها وتولع في نفسها. ده اللي بتعمله. فكرتوا في حاجة؟ طرحتوا أي شيء مختلف؟ لا، بتكرروا نفس الحاجة. يعني هنروح بقى نضرب إسرائيل تاني فإسرائيل تضرب تاني فنعمل نفس الدورة تاني وبعدين يقول لك إن النصر وكده. طيب، لما ابص الاقي حماس 2008 وقارن ال 15 سنه اللي فاتوا دول، فلو انت مش اعمى تعال افكرك، انما لو انت اعمى القلب والبصر والبصيره دي قصتك انت. انما لو انت مستعد تلبس نظاره او ننشط فيك شيئا من الضمير او الذاكره، فتعال اقول لك بقى. حماس دي في 2011 اخترقت الحدود المصريه وضربت في السيادة المصرية وأهانت التراب المصري الوطني. حماس دي دخلت احتلت رفح في 3 ساعات، والشيخ زويد في 1.5 ساعة، وقعدنا قرابة من 3 ل 4 أشهر لغاية ما استعادها الجيش المصري في 2011. حماس دي اقتحمت السجون مع الإخوان المسلمين وأطلقت سراح سجنائها وسجناء حزب الله وسجناء الإخوان في انتهاك للسيادة الوطنية وللوطن واعتداء على مصر. والكلام ده صوت وصورة وتسجيلات واعترافات ومحاكمات تمت في وقت الإخوان على فكرة، محكمة الإسماعيلية الشهيرة. حماس دعمت وشغلت التنظيمات الإرهابية في سيناء. حماس شاركت ومسؤولة عن قتل جنود مصريين في سيناء وخطفهم. حماس فصيل إخواني أعلن عن نفسه وتحالف مع الإخوان المسلمين عندما كان الإخوان المسلمون يقتلون الشعب المصري ويفجرون ويحرقون في بيوته ومنازله وكنائسه ومؤسساته الرسمية وأعمدة كهربائه. ده حماس ذات الموالاة الكاملة لإيران، وهي ذراع لدول أجنبية في قلب فلسطين. حماس اللي عملت انقلاب في 2007 ومستمرة في الانقلاب والانقسام الفلسطيني. ما غيرش فيك حاجة خالص ده إطلاقا. هتقول لها مقاومة، معلش يبقى نكرر لنؤكد، لا يوجد في التاريخ الوطني اطلاقا، في التاريخ العربي الحديث ولا القديم، غير حاجه اسمها الحروب الدينيه. دي قصه تانية. لو انت عايز تعمل حروب صليبيه، انت زعلان قوي من الحروب الصليبيه وانت عايز تعمل قصادها حروب دينيه، دي قصتك. ما فيش حاجه اسمها مقاومه دينيه، مقاومه اسلاميه بقى، مقاومه مسيحيه، مقاومه يهوديه، مفيش كده. ليه؟ لان اول ما تقول انها مقاومه اسلاميه بتفتت في الوطن، بتتكلم عن طائفة ومجموعة في الوطن، مش كل الوطن، وبتقدم تديين للصراع يخدم إسرائيل. هي بتقول إن ده الدولة اليهودية، فتحول الصراع إلى صراع يهودي إسلامي، مش صراع ما بين عرب في أرض محتلة ودولة احتلال. فلما بتقول لي انك مقاومه اسلاميه، يعني انت مقاومه اسلاميه يعني بتاع تطبيق الشريعه الاسلاميه وبتاع الخلافه، مش بتاع الوطن. فانت يا حماس مقاومه غير وطنيه وحكومه غير شريفه، ده موضوع مقضي بيه يعني. فبقف معاكي ليه؟ يعني احنا ولما
كنا بنأيد الشعب العراقي في مواجهة الغزو الأمريكي في 2003. مش احنا بس، العالم كله، مظاهرات في العالم كله، قوى السياسية في العالم كله، وطبعا بطبيعة الحال في القاهرة وكل العواصم العربية.